لواء سلام شركة المرزوقي لبيع العقارات بكل ديمقراطية ووطنية. مرحبا بك خويا. الو، اقول سلام عليكم يا دكتور. يسلمك سيدي، تفضل. كيفاش نجم نعاونك؟ والله اقول قبل كل شيء مبروك والف مبروك على الرئاسة يا دكتور، بس عندي سؤال على الطاير كده. وش علومك يا ريال؟ يعني هالحين صاير رئيس دولة وبتبيع الاثاث، والله ما يصير هيك. فهمت سؤالك وباش نجاوبك بكل محبة وطنية. والله في الحقيقة يعني كثر الهم يضحك يعني، وملي أنا صغير مغروم بالسمسرة، وقلت بما أنه بكل ديمقراطية وبما أنه ما عنديش برشا صلاحيات نعبي وقتي من جهة ونطيح الفرنك من جهة أخرى معناتها. والله زين زين. اقول قصر قمر يعني قديش مساحته وقديش سعره؟ والله في الحقيقة وبكل ود ومحبة هو اس بيس، فهمت يا، ومعناتها وعنده إطلالة على البحر، معناتها شيء فخم في الحقيقة، ويعني بكل صراحة وطنية حاجة هايلة ياسر معناتها، ومش غالي زادة، وأعطينا فيه 2 مليارات ومبروك عليك يعني بكل لا ديمقراطية. لا، ترى ازعل منك الحين، ترى انا مبعوث لك من طرف الشيخ راشد، بتعمل معي كذا ما يا يصير. شيخ وسع بالك، يا شيخ وسع بالك، وبكل روح رياضية وديمقراطية. والله الحق عليك ما قلتليش من الأول اللي أنت تابع الشيخ معناتها، ما دام هكا الحكاية معناتها مريقل، أعطينا فيه 200 مليون وفوقهم تبعية سياسية واقتصادية للبلاد. بايش هكا يعني، مانيش مقصر معاك ظهر لي. زين زين، ترى هالحين انا مبسوط منك كثير، على بركة الله ان شاء الله. بكل محبة وود سلمنا على الشيخ راشد برشا، وبوصولنا بونا هذاك يا شيخ، راشد بونا هذاك بونا. الو اسلام شركة المرزوقي لبيع العقارات بكل وطنية وديمقراطية. مرحبا بك خويا. Hello مرزوقي, how are you? يا مرحبا يا مرحبا سيدي، لاباس عليك؟ شنو احوالك سيدي؟ لاباس. يا اسمعني كويس مرزوقي، نحب نشري لاك كلها نحبها، سفارة يو اس اي تولي كبيرة برشا على كل لاك، اوكي؟ يا سيدي، ايش باش نقول لك معناتها، والله في الحقيقة يعني اللاك مش للبيع راهو في الحقيقة. Are you crazy؟ انت تقول لي نو؟ اوكي انا راح نكلم جبلي وتنقول لك كيفاش. لا لا يرحم بوك، مريقل مبروك عليك. بايش تو هذا كلام معناتها في الحقيقة، معناتها يعني طير اللاك ولا نطير انا، بايش تو يا سيدي. يا جود بوي. الو اسلام شركة المرزوقي لبيع العقارات وبكل ديمقراطية ووطنية. مرحبا بك خويا. بونجور مرزوقي، سافا لامي؟ بادئ ذي بدء، أنا في الحقيقة لست أمين معك ولا مع فرنسا، وقد ولى عصر الاستعمار والتبعية في الحقيقة معناتها بقوة وطنية ومحبة. Ah bon? Après tout ce qu'on a fait pour toi? T'es fou ou quoi? لا فول ولا حمص، ما نحبهمش، حد الملاوي يعني. أي ماذا بيك في الحقيقة النمرو هذا ما عادش تكلموا، ومن غير في الأمان وبكل وطنية زادة.